السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح الآي فريم. الآي فريم هو الإطار المضمن. الآي فريم هو عبارة عن تاج HTML يمكنك من خلاله وضع موقع آخر داخل موقعك للتصفح. يعني الآن أنت موقعك منتدى، يمكنك وضع أسفل الهيدر في أي مكان آي فريم. الآي فريم يجلب لك موقع مثلا جوجل.com. من خلال هذا الاي فريم يمكنك تصفح موقع جوجل وانت ثابت في الموقع تماما، لا يخرج الى مكان اخر، يبقى فقط في المربع الذي انت تحدده من خلال الويدث والهايت، ومن ثم يقوم بالتصفح. الاي فريم يكتب بهذا الشكل كما نلاحظ، عبارة عن تاج وسم فتح ووسم إغلاق. له خصائص مهمة جدا، والخاصية الأولى هي SRC وهي تعتبر الرابط الذي تريد جلب الموقع إلى موقعك. مثلا HTTP، خلونا نجلب موقع ترايدنت بهذا الشكل. لاحظ النتيجة كما نلاحظ جاري التحميل بهذا الشكل. أصبح الآن موقع ترايدنت داخل موقعنا. لاحظ في المتصفح الرابط، ولكن بكل سهولة يمكنك تصفح الموقع دون الخروج من الموقع الأصلي. كما تلاحظ يبقى التصفح داخل المربع المحدد لدينا بهذا الشكل. الخاصية الثانية كما تلاحظ أن للآي فريم بوردر حدود سوداء، يمكنك من خلال خاصية تسمى فريم بوردر تساوي خاصيتان فقط للبوردر. الأولى إما 0 أو 1. 0 وهي بدون حدود نهائيا، 1 وهي الشكل الافتراضي الموجود لدينا. لاحظ عندما وضعنا 0 اختفى البوردر، ولكن اختفت الحدود، ولكن الاي فريم موجود كما هو، ويمكنك تصفح الموقع بكل سهولة جاري التحميل. الخاصية الثانية وهي لاحظ في البداية قام بتحديد عرض وارتفاع حسب ما يريد. خصائص من المتصفح افتراضية يمكنك تحديدها من خلال الويدث، مثلا 80% نسبة مئوية، أو البكسل بدون ما تضع كلمة بكسل بهذا الشكل 300 بكسل. لاحظ النتيجة، يصبح الاي فريم عبارة عن عرض المتصفح مقدار 80% والارتفاع 300 بكسل كما نلاحظ. يمكنك تصفحه بكل سهولة. الخاصية الأخرى لدينا وهي السكرول. كما نلاحظ لدينا سكرول، يمكنك من خلال تصفح الموقع والصعود كما تريد للموقع. هناك خاصية تسمى سكرولينج يساوي. سكرولينج لها عدة خصائص، لها عدة قيم. القيمة الأولى وهي يس وهي بالشكل الافتراضي أنه تريد سكرول للإطار المضمن كما نلاحظ بهذا الشكل. الخاصية الثانية وهي نو لا تريد إظهار السكرول بار وهو شريط التمرير. كما تلاحظ أنه لا يوجد سكرول، فقط يقوم بعرض الجزء الخاص على قدر العرض والارتفاع الذين قمنا بوضعه. الخاصية الثالثة لقيمة سكرولينج للخاصية سكرولينج وهي أوتو وهي حسب الحاجة. يعني لو وضعنا في الإطار المضمن الرابط موقع مثلا بسيط وصغير جدا مثلا على موبايل، والعرض لدينا كما هو موجود والارتفاع، الموقع لا يحتاج إلى سكرول فلا يقوم بعرضه. لاحظ عند الخاصية أوتو يقوم بعرض السكرول أو شريط التمرير حسب حاجة الموقع الموجود داخل الإطار المضمن. هناك خاصية أخرى وهي
داخل الإطار المضمن. لاحظ داخل الإطار المضمن وسم الفتح ووسم الإغلاق، داخله تضع جملة متصفحك بهذا الشكل، تقوم بكتابة جملة متصفحك لا يدعم الإطار المضمن. فائدة هذه الموجودة داخل الاي فريم وليس من ضمن خصائصه داخل الاي فريم. ما فائدتها؟ فائدتها عندما يقوم أحد بزيارة موقعك من خلال متصفح قديم جدا على ويندوز اكس بي أو متصفح اكسبلورر قديم جدا ولا يدعم خاصية أو تاج الاي فريم، يقوم بعرض هذه الرسالة للزائر. سأقوم الآن بشرح خاصية مهمة جدا. الآن في البداية سنقوم بعمل ملف جديد و iframe، مثلا iframe content بهذا الشكل، وهي عبارة عن صفحة HTML. الآن من خلال هذه الصفحة نقوم بكتابة رابط HTML عادي http مثلا w3schools.com، وهنا w3schools، وهو النص الذي سيظهر للزائر. أصبح لدينا في الإطار المضمن الرابط الذي قمنا بوضعه. لو تضغط على w3schools كما تلاحظ سيقوم بفتح الموقع داخل الاي فريم مباشرة. هناك خاصية، من خلال هذه الخاصية يمكننا فتح الروابط الموجودة داخل الاي فريم خارج الاي فريم، يعني نتصفح الموقع وعند الضغط على رابط لا يقوم بفتحه داخل الاي فريم، لا، بل يقوم بفتحه من خلال علامة تبويب جديدة في المتصفح. التاج يسمى بيز بهذا الشكل، واسم إغلاق سنجل. الخاصية تارجت، ونقوم بكتابة مثلا بلانك هي عبارة عن فتح الرابط في إطار جديد في علامة تبويب جديدة. نعود إلى الصفحة التي توجد بها الروابط أيضا ونضع نفس الخاصية على الرابط نفسه. لاحظ تارجت الخاصية بلانك. لاحظ في صفحة الكونتنت التي تحتوي على المحتوى الذي نريد عرضه نضع خاصية تسمى في الرابط نفسه خاصية تسمى تارجت بلانك، والجميع يعرفها بدون شك. في صفحة الاي فريم نفسها نقوم بوضع خاصية تسمى بيز بهذا الشكل بيز، والخاصية تسمى تارجت، والقيمة تسمى بلانك. لاحظ الآن النتيجة، نعمل ريفريش. لاحظ W3 قبل قليل قمنا بفتحه داخل الإطار المضمن، الآن عند الضغط يقوم بفتحه في إطار جديد. لاحظ عند الضغط يقوم بفتحه داخل إطار جديد. إلى هنا شرح الاي فريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.